السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله أوقاتكم بخير، واليوم إن شاء الله راح أعطيكم سالفة جديدة وفيها من الخيال والحكمة. سالفتنا يقول كان فيه رجال بدوي، وكل سنة يروح له المدينة يتقضى حاجات بيته. المدينة هذه ما هي قريبة منه، بعيدة منه شوي، فالشايب كل سنة يروح يتقضى حق سنة كاملة ويرجع لبيته. كبروا عيال الشايب، وفي سنة من السنين قال واحد منهم يبا السنة هذه ما أنا مخليك تروح، بروح بدالك. قال يبيه خاف ما تدل، ولا خاف تضيع، ولا خاف يلحقك الصور. قال ازهل مرة، أنت وصفني ويزهل. قال رايح. قال أجل معك بصلتين. قال إذا غبشت أنت منا وطال عليك النهار بتجيلك وادي، الوادي ذا فيه شجرة، حتى لو ان النهار عليك حار لا تقيل تحتها. قال مرية الوادي ان الشجرة ذي من اكبر الاشجار اللي انت تشوف، وظلالها يرد الروح، لكن إياني وإياك ثقيل تحتها. قال وإذا تعديتها ورحت أنت شوي، جيهنت لك واد ثاني فيه بير. البير ذي ما مثله، لكن ماريتها عليها حمير، إياني وإياك تشرب منها لو أنك بتموت من الهلكة. قال حفظت أنت الوصاتين؟ قال حفظتها. قال الله يستر عليك. المهم مشى الولد على ظهر ذلوله بيوم طال النهار، وجاء طال عمرك في نص المسافة في عين له اثنين يتهدون، واحد إن يقول والله إن حافرة، وواحد إن يقول والله ما تحافرة. المهم إنهم يتهدون على قبر. قال السلام عليكم يا رجال. قال عليكم السلام. قال عسى ما شاء. قال أنت يا اللي يبغي حفر القبر. الرجال ذا أطلب أخيه فلوس وإذا الحين ما سددها لي. قالوا ذا الحين والله إن حفر القبر أطلع أخي إلين يسدد ديني. قال يا ولد لا تحفر القبر ولا تنتهك حرمته. كم دينك؟ قال 3 دنانير. قال بس هذه 3 دنانير ولا تحفر القبر ولا شيء. عطاه 3 دنانير ودبر. يوم دبر في الحقها أخيك اللي في القبر. يا ولد من أنت؟ يا ولد من أنت؟ علمني من أنت علشان إذا توفرت الفلوس وسدد دين أخي لك. قال ما عليك مني، أنا مسويها لله وتوكل على الله. راح الرجال في فاله، وقدام يقبل على الوادي اللي فيه شجرة، حي له رجال إني أقبل مطيته، وهو مقبل عليه من بعيد استانس يبغى خوه. يوم أقبل على راعي المطية والتفت عليه راعي المطية، هذا راعي المطية عور، فركبه جلده منه، وقال أربه ما يدعيني. افتعه راعي المطية يا ولد يا ولد. قال ارحب. قال وين رايح؟ قال أنا أبغى المدينة الفلانية. قال خويك. قال مرحبا بالخوي. تخاوى. يوم تخاوى فحوله في الوادي، يوم حوله في الوادي فقام الصبي ياخذ اليمين ما يبغي يقرب شجرة وظلالها والجو عليهم حار. فقال له العور أنت شبالك ما تروح للشجرة، نبغي نقيل الشمس حارة. قال لا أنا موصى شجرة دي ما أنا بقاربها. قال يا ولد ما عليك من الكلام اللي يتك، حياك معي. قال لا والله ما جيت. قال يا ولد تعال ما جاك عندي. قال أكيد. قال طيب. المهم راح العور صوب الشجرة. العور راح صوب الشجرة وشب ضوءه وسوق هوته، وذا قام يتلهوى عند مطيته وهو متحيز من الشجرة هايبها يبغى يشوف وش اللي بيصير للعور. يوم خذ شوي ولا إذا شجرة العود يوم قامت تهتز ولا ينطح منها داب ماشي بأكبر منه، داب أسود من كبر راسه. يا الله ان الرجال يشله، ولا وقع الداب في التراب كل العور سالن سيفه. الطم راس الداب وطبق على راس الداب ووده صوب الصبي عاده عند مطيته. بطل خرجك. المهم بطل الصبي الخرج وحط راس الداب في الخرج. درى الصبي ان فيه يوم يحذره من الشجره ذي علشان الداب ذا، فراح مع العور وتقهوى. وعقب ما شاف فعل العور تقهوى خلصوا. قال العور مشينا وراء نهار طويل. المهم ركبوا مطياهم وتوكل على الله صوب المدينة، وعلى طول وجيههم لين وقف عليهم الماء. يوم وقف عليهم الماء فيهم دابين على الوادي اللي فيه بير. يوم حوله في الوادي ولا العور يوم حط البير الجهامة، ولا البير هي معروفة بالوصف اللي الأب عطاه الصبي بالحمير الواجدة اللي على البير. الله يعزكم. الصبي ما أخلف بوصات بيه، حط البير على يساره ومسك اليمين، والعور يقول له أنت شبلك من البير. قال الصبي أنا موصى البير دي ما أقربها. قال يا رجال تعالوا ما جاك عندي، حيك. قال لا. قال أقول لك حيك. حول العور من مطيته وأدلى دلوه وشرب المطية وشرب ولا صار فيه شيء، والصبي يتفكر فيه. ويوم شاف العور ما جاء شيء افراح للبير وشرب منها وأسقى مطيته. ويوم خذ شوي قال له العور يلا مشينا. يوم حركوا من البير ولا على يسارهم بيت شعر صغير
وتطلع من بيت ذا الشعر مرة مشم بطول منها، ولا إذا المرة من جمالها تطيح الطير من السماء، ولا تصيح فيهم القهوة القهوة، حياكم القهوة يا ضيوف الرحمن، حياكم القهوة. الصبي شافها وشاف جمالها وطاحت كبده عندها بيموت، وده أن يتقهوى من قهوتها. فالتفت له العاور قال يا ولد ما ودك انت قهوة؟ قال الصبي اي تكفى. قال بسم الله خل عندي قهوة عندها. ويفرون مطاياهم على البيت اللي فيه المرأة وترحب بهم. رحبت بهم وقلطتهم في صدر المجلس وتقعد تسوي قهوتها. يلتفت العور على الصبي قال تسمعني والله لا تاخذ الفنجال قدامي انها قط راسك. قال والله لا تاخذ الفنجال قدامي يا راسك اني قدمت راس الداب. قال ابشر ابشر مرة ولا يخابر فعل العاور. خلصت المرة وتصب الفنجال عقب ما افترت عليهم على الصبي تمده للصبي. قالت تقهوى. قال عيب الصبي ياخذ الفنجال قدامي بيه. تمدي الفنجال على العور. قال العور اشربي قهوتش. قالت يا رجال خذ تقهوى. قال اقول لك اشربي قهوتش. كلمة منه كلمة منها ويسل السيف. قال والله لما تشربين القهوة يا راس شنا قطة عندك وتشرب الفنجال. ساعة شربت الفنجال فتنقلب حمارة. هي ساعة انقلبت حمارة فتقوم الحمير اللي على الماء كلها فتاتيها الترابع. قال العور مشينا ويركبون هجنهم ويتوكلون على الله. مثل المرض ذي ساحرة، وأي حد يشرب من ذا الماء مجرد ما يطلع من ذا البير يشوف بيتها وتطلع له تبين له، ومن جمالها تجلب عقول الرجال، ومجرد ما يشرب الرجال من قهوتها ينقلب حمار. وذا الحمير كلهم قد يشربون من قهوتها. مشوا في طريقهم إلين أقبلوا على المدينة. هم أقبلوا على المدينة تفرقوا. دخل الصبي وقضى حاجاته اللي هو يبغي يشتري الهله. يوم خذ أغراضه كلها أغراضها له، وقعد طالع من المدينة فلا إذا العور معرض عليه. قال مرحبا الله حيك. قال ها خلصت؟ قال خلصت. قال وش رايك في راين عندي؟ قال وشو؟ قال مر على الملك انت شره منه يمكن الله يرزقنا منه بشرعة طيبة. قال يا ولد أنا ما أعرف. قال يا رجال حياك. قال توكل على الله. المهم راحوا لقصر الملك ودقوا الباب وطلعوا لهم الحراس. قال قولوا للملك فلان عند الباب. يوم درى الملك ان فلان ذا عند الباب ياتي يخب ويرحب. ما رحب يلا حيه وينك تاخرت علي اعطيت مني. الصبي متهول من الموضوع ولا يدري شو السالفه، وقاعد وراء عوير ويشوف المنظر. والملك يرحب بعوير ويمسك عوير حياك قلطنا. المهم يدخل عوير داخل. والصبي يقول حتى ما اعطاني انتباه ولا شافني الملك، ما انتبه لي ولا درى بي. يقول يوم قعدنا وتقهوينا فقال عوير للملك أنا خابر إن عندك بنت شو علومها هي عرست؟ قال لي عرست 5 مرات. قال والحين؟ قال الحين مهي متزوجة. قال طيب أنا أبغى أزوجها ولدي فلان غزة أنت يا الصبي. تفكر فيه قال اسكت. قال الملك بس بنتي فيها عيب. قال وش عيبها؟ قال عيبها كل رجال يمشي معها ثاني يوم يصبح ميت. قال عوير قابلينها. قال الصبي من غزة. قال أقول لك اسكت. راح الملك قال الصبي حد قال لك إن أبغى أتزوج؟ قال يا ولد كلمة جات في خاطري وقلتها. قال طيب يقول لك المرأة فيها عيب كل رجال يمشي معها يموت. قال أبد هذه عندي أنا بضبطك مرة ما عليك أنت اسمع كلامي موضوع أنا ما قتلت الداب ما فكيتك في الساحرة اسمع كلامي. قال توكل على الله. عوير نشبه المرأة كل رجال يمشي معها ثاني يوم يصبح ميت. المهم قال الملك أقيموا الأفراح ويلا هارسوا. يوم قلهم لاهين في العرس في أقرب منها يا عوير. قال اسمع إذا دخلت أنت على المرأة لا تأتيها لا تقربها انتظر بجيب لك وجار. قال بجيب لك وجار كله جمر وأنت دخل الخرج اللي فيه راس الداب اللي أنا ذبحت عاد معك. قال دخله معك في الغرفة. قال وأول ما دخل عليك الجمر طلع راس الداب وحطه على الجمر. قال ولا تقرب المرأة مرة وشوف ايش يصير علمني الصبح. دخلوا الرجال على مرته وياتي عوير بالجمر ويحطه. قال يلا سوي اللي انا قلت لك ويسكر الباب. يقوم الصبي يشيل راس الداب حط راس الداب على الجمر. يوم حط راس الداب على الجمر قام راس الداب يدخن من كبر راس الداب يدخن. ولا المرأة كانت في زاوية الغرفة. يوم قام ريح الداب راس الداب قام ريح يعوق في الغرفة يطلع من الغرفة دابين من الجهة اللي المرأة كانت قاعدة فيها. يطلع الداب الأول يقبل على الجمر ويقعد يتقلب يموت. خذ شوي يطلع الداب الثاني من نفس المكان ويقبل على الجمر اللي فيه راس الداب ويقعد يتقلب يموت. طول
الأشياء اللي صارت، والمرأة قاعدة تنتفض تنتفض تنتفض، آخر ما طاحت وقدت كانها جثة هامدة. وذا قاعد طول اللي صار، والصبي يتفكر في الموضوع كامل من إلى، ولا حرك ساكن. يوم أصبح عليه الباب يدق عليه ولا يدعوير. أدخل عليه، ها وش صار؟ قال شوفت عينك الديبان دي طلعت عند المكان وشوفت عينك. الداب اللي عوير حط راسه على الجمر من أكبر الديبان اللي فيها سحر، ويعتبر ملك الديبان وكلها تعرفه. لما أروحت ريح ملكها يحترق، فجأت من الحرة اللي فيها وقامت تقلب عنده لين ماتت. عوير يوم شاف الموقف قال الله يبارك لك، الحين ادخل بمرتك وجعله مبروك، والله يرزقك إن شاء الله بالصيب والنصيب. فعلا دخل الصبي بمرته. مر أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، المهم إلى خامس يوم والملك يشوف البنت ما ماتت ومستانسة. استانس الملك وحط الصبي ذا وزير له، والله أنعم على الصبي بالخير، بالحلال وبالمال وبالعيال. صار عنده خدم وصار عنده حشم، والله أنعم عليه. وقعد 3 سنوات والله رزقه ب3 عيال. يوم جاء عقب 3 سنوات قال لعوير، قال يا عوير أنا اشتحنت الهالي. وهو كل سنة يرسل الهالة زاد، ويقول للمرسول يقول لهم إني طيب بخير والله وفقني في التجارة. قال له عوير علم هين، استاذن من عمك وقال له يا عم أنا بروح أسير على هي ولا بقول لك كلمة. المهم راح للملك وقال يا عم أنا أبغى أروح الهالي. قال له الملك الله يستر عليك، ما أنا برادك من هلك. المهم النص صبي قال للخدم الحاشية اللي معه يلا بنسافر. أصبحوا يوم أصبحوا ولا يجهز الجمل بما حمل، عياله ومرته وخدمه وعبيده وابله وحلاله، ولا يدعوير معه. وتوكل على الله. يوم جاء ونص المسافة بين هله وبين المدينة، قال عوير وقفوا. قال له عوير اسمع يا فلان. قال نعم. قال أنا عمري قصرت معك؟ قال أبدا حشوم. قال ايش تشوفني؟ انا اشوفك مثل اخي، والله لو تبغي عيون نعطيك اياها. قال لا 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 انا رجال حقاني، عيونك ما ابغيها. قال ايش تبغي؟ قال انا ابغي نص ما تملك. قال تم الله اللي اعطاك. قال اسمع انا رجال حقاني، النص يكفيني. قال ابد اعزلوا كل شيء على نصين، ويقسمون الحلال والمال، ويقسمون حتى الخدم، ويقسمون الابل، ويقسمون الذهب، كل شيء يقسموه نصين، ما عاد باقي الا العيال. قال يلا العيال لازم نتقاسمهم. قال كيف نتقاسمهم؟ العيال 3 كيف نتقاسمهم؟ قال أنا رجال حقاني، تعطيني حق أعطيك حقك. قال يا ولد هذول عيالي من لحمي ودمي، أنا السبب فيهم بعد الله عز وجل. قال لا 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 أنا السبب اللي خليتك تدخل بالمرة. باي كان عند الحين ميت، ما كان عندك ذا الذرية، كان مثلك مثل ال5 اللي خذوها وماتوا. عادهم في ذا. في قوم أنت يا عوير يطبق على أرجيل حد العويل اللي هو أصغرهم توه رضيع، طبق عليه ويرفعه بالسماء ويزل سيفه. قال له تبغي راسه ولا رجيله؟ قال يا ولد صل على النبي. قال اقول لك تبغي راسه ولا رجيله؟ عندك ان يرتفع الصوت، الام تشوف وتبكي وتكح. المهم امتغثت الام وقامت الله يعزكم تزوع ترجع ترجع ترجع، ومن حسرة الام وضيقتها قامت ترجع دم، ورجعت مثل عش العصفور فيه بيض مثل بيض الثعبان. اول ما رجعت ذا العش نزل عوير الصبي، قال بس خلاص الله يبارك لك في حلالك ومالك، هذا باقي السحر وطلع، وغي منك ولا قرش. الله اللي عطاك ذا الحلال كله، والله اللي رزقك. ذا الحين السلام عليكم. قال والله ما تروح لين تعلمني من أنت. قال ما يحتاج تعرفني. قال والله ما تروح لين تعلمني أنت من أنت. قال أنا أعملك الصالح اللي أنت سويته. أنا 3 دنانير اللي انت دفعت أنت للرجال اللي كان ميت علشان ما تهتك حرمة قبره، أنا أعملك الصالح. قال أنا أصدقها اللي انت دفعت أنت لوجه الله، ودبرت أنت ما علمت أنت من أنت، علشان ما يأتيك بخير الدين لك. الحكمة اللي بوصلها لكم صدقوا، الصدقة فيها أجر، فيها دفع بلاء، فيها أجر يوم القيامة. النهاية أتمنى أني ما كنت طولت عليكم، إن جازت لكم هذا يشرفني، وما جازت لكم في العذر والسموح. في أمان الله.